ازيكم يا شباب؟ معاكم مستر خالد ايهاب مدرس الماس للمرحله الاعداديه. النهارده هتبقى المراجعه بتاعتنا بتاعت ليله الامتحان. زي ما عملنا مراجعه للجيومتري هنعمل مراجعه للالجبرا، وكالعاده هنحل موديل 2 في كتاب الوزاره. زي ما قلنا ان انت هتستلم كراسه الاجابات، محتاجين ان ورقتك تكون منظمه. هتفتح كراسه الاجابات من ناحيه الشمال، هتكتب سؤال نمبر 1 كومبليت وتشد خط تحتيها، وتيجي ناحية اليمين تعمل درافت. كل ده انا موضحه بتفاصيل اكتر في ليلة الامتحان بتاعة الجيومتري. خلونا نحل مع بعض كده. اول سؤال في الكومبليت بيقول لي عايز الاديتيف انفرس. عايز مين؟ عايز الاديتيف انفرس. طب حضرتك هو ايه هو الاديتيف انفرس؟ الاديتيف انفرس ان انت بكل بساطة بتعكس اشارات كل حاجة قدامي. يعني النيجاتيف يبقى بوزيتيف والبوزيتيف يبقى نيجاتيف. يبقى انا عندي ده الحل بتاعه هيكون كام؟ هيكون روت 3 بلس روت 5. بس كده السؤال، بس كده السؤال، والسؤال خلص. طب انا احتجت الدرافت في حاجة؟ ما احتجتش الدرافت في حاجة، مفيش مشكلة. تاني سؤال عندنا بيقول لي ان انا عندي براكت. لو خدت بالك ايه العلاقة بين البراكت الاولاني والبراكت التاني؟ عندي براكتين مضروبين في بعض. البراكت الاولاني والبراكت التاني كونجيجيت تو ايتش اذر. طب انا هستفيد ايه من حتة الكونجيجيت؟ هتستفيد ببساطة ان انت هتاخد اللي تحت الروت اللي هو 8 ماينس 2. 8 ماينس 2. طب مستر بصراحة أنا مش عارف هي إزاي كده. ده كان قانون يا حبيبي الكونجيجيت. لما أضرب كونجيجيت في كونجيجيت بناخد اللي تحت الروت ونعمل لهم ماينس، اللي هو يبقى 8 ماينس 2 اللي هو ايكوال 6. حضرتك طبعا ما بتعملش 8 ماينس 2 هنا، بتعمل 8 ماينس 2 في الدرافت، اللي هو هنا 8 ماينس 2 ايكوال 6، فيطلع لك هنا 6. طب انت مش عارف تعمل الكلام ده، حط الشكل اللي قدامك ده كله كده على الكالكوليتر هيطلعها لك مظبوطة. تمام؟ يبقى الشكل اللي قدامك ده كله هتحطه على الكالكوليتر هيطلعه لك مظبوط. طب يا شباب لما نيجي نتكلم على سؤال نمبر 3، هو بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لك ان انا عايز اجيب الكونجيجيت لفراكشن. اولا ما ينفعش ما تقدرش تجيب الكونجيجيت لفراكشن. فاحنا هنعمل ايه؟ هاخد الاولاني على الدينومينيتور ماينس التاني على الدينومينيتور. ازاي؟ ما انا كاني بعمل كومن دينومينيتور. لو انا عندي كومن دينومينيتور بقوم عامل فراكشن واحد واخد الدينومينيتور مره واحده واعمل اللي فوق ماينس اللي فوق او بلس على حسب الاشاره اللي في النص اللي هي الاشاره اللي هنا. طيب حضرتك هتحط 2 روت 5 اوفر روت 2 على الكالكوليتر هتطلع لك بروت 10. هتحط 3 روت 2 على روت 2 على الكالكوليتر هتطلع لك بكام؟ هتطلع لك بماينس 3. طب انا عايز الكونجيجيت. ايه هو الكونجيجيت؟ بنغير اشارة النيجاتيف بس، مش بغير كل الاشارات. فيطلع لي ان هو عبارة عن النيجاتيف 3 تبقى 3، يبقى 3 بلس روت 10. هو ده الكونجيجيت بتاعها. نخش على سؤال نمبر 4. سؤال نمبر 4 بيقول لي the volume of a sphere is 9 over 2 by centimeter cube then the diameter length is equal نقط. طيب حضرتك ده انت محتاج تكون حافظ القوانين بتاعة ليسون 9. طب لو انت مش حافظ القوانين مش هتعرف تحل السؤال ده طبعا. طيب يبقى حضرتك بعد الريفيجن دي ترجع تأكد على القوانين. الفوليوم بتاع السفير كان بيساوي كام؟ الفوليوم بتاع السفير كان بيساوي 4 over 3 باي r باور 3. طيب 4 over 3 يطلع لي ان الكلام ده 4 over 3 باي r باور 3 equal 9 over 2 باي. هطير الباي من يمين مع الباي من شمال، هوقف الايه؟ الار باور 3 في حتة لوحدها. طيب وقفت الار باور 3 اهي في حتة لوحدها. اعمل ايه؟ اللي تحت يبقى فوق، تبقى 9 ملتبلاي 3، واللي فوق يبقى تحت يبقى 4 تايمز 2. 9 تايمز 3 هتبقى ايكوال ل 27. 4 تايمز 2 هتطلع لي 8. يبقى انا لو عايز اجيب الار يبقى انا هعمل كيوبيك روت فوق وكيوبيك روت تحت. كيوبيك روت لل 27 تطلع لي ب 3، وكيوبيك روت لل 8 تطلع لي ب 2. طيب هل هو كان عايز الراديوس؟ غلط، ده كان عايز مين؟ كان عايز الديامتر. طب هو الديامتر بيساوي كام؟ الديامتر بيساوي 2r، فيطلع 2 ملتبلاي 3 over 2 اللي هي تطلع في الاخر كام؟ ب 3 سنتيمتر. يبقى هو ده ايه؟ هو ده الديامتر اللي عندي. يبقى السؤال نمبر 4 الديامتر بتاعي بيساوي 3 سنتيمتر. بالنسبة للسؤال نمبر 5 في الكومبليت بيقول لك عندك انترفال 3
و4 الانترفال كلوزد ماينس ست. قلنا لما بيبقى عندنا انترفال ماينس ست بنفتح الانترفال، بس خلي بالك بقى من التربايه اللي عملها لك في السؤال ده. هو حط لك في الست 3 و5، يبقى ال5 مش موجوده اصلا في الانترفال، يبقى حضرتك هتفتح ال3 بس، فيطلع لك ان الانترفال عباره عن 3 و4، وال4 هتبقى كلوزد زي ما هي. طيب اول سؤال في اللي تشوز عندنا بيقول لنا if the volume of a cube is 27 سنتيمتر كيوب. طيب هو انا الفوليوم بتاع الكيوب كان ايكوال لايه؟ ايكوال سايد تايم سايد تايم سايد، يعني سايد تايم اتسيلف تايم اتسيلف، يعني ايكوال لاس باور 3. طيب انا عايز اجيب السايد، اجيب السايد ازاي؟ يبقى الفي السايد، اسف، يبقى السايد ايكوال كيوبيك روت للرقم اللي هو مديهوني، يطلع لي بكام؟ كيوبيك روت 27 هيطلع معايا ب 3. السايد ايكوال 3، هو عايز ايه؟ عايز الاريا اوف 1 اوف its فيسز. طب هو الفيس بتاع الكيوب عبارة عن ايه؟ عبارة عن سكوير، فالاريا بتاعت السكوير ايكوال كام؟ ايكوال 3 ملتبلاي 3 اللي هي ايكوال 9 سنتيمتر كيوب. فيطلع ان السؤال نمبر 1 عندي اللي هو الاجابة بتاعته هتبقى بي ب 9 سنتيمتر. سؤال نمبر 2 بيقول لي if the mode of the values for 11 8 2x is 4. يعني ايه مود؟ المود ده الرقم اللي عمال يتكرر، يبقى الرقم اللي عمال يتكرر بتاعي بكام؟ ب 4. طالما الرقم اللي بيتكرر بتاعي ب 4 يبقى لازم تكون عندي ان 2x ايكوال كام؟ 2x ايكوال 4. غلط كده، احنا ما كتبناش ايه رقم السؤال. رقم السؤال اللي عندي نمبر 2. وانزل كده تحت شوية وقوم قايل يبقى 2x equal 4، يبقى الاكس الواحدة بتاعتي equal 2، تبقى الإجابة A اللي هي 2. سؤال نمبر 3 بيقول لي if the arithmetic mean of these values 18 23 29 2k minus 1 equal k وال k is 18. يعني انا مديني حبة حاجات عايز نجمعهم على بعض، بيقول لي ان الاريثماتيك مين بتاعهم ب 18. طب كنا بنجيب الاريثماتيك مين ده ازاي؟ تعال اما اقول لك. ادي سؤال نمبر 3، هو عامل فراكشن كبير كده. طيب بعد ما عملت فراكشن كبير هتجمع كل اللي قدامك ده مع بعض، يعني 18 بلس 23 بلس 29 بلس 2k minus 1 بلس مين؟ بلس k على عددهم. عددهم بقى كام؟ تعال اما نعد. 18 ادي 1 2 3 2k minus 1 ده كله حاجة واحدة، يبقى ده بكام؟ 4، والكي ادي كده 5، يبقى over 5. كل ده ايكوال لكام؟ ايكوال ل 18. هروح الناحية التانية بقى كده عشان احل في حتة واسعة واعرف احل السؤال براحتي. طيب اول حاجة اروح اجمع ال 18 بلس ال 23 بلس ال 29 بالكالكوليتر، هتطلع لي ايكوال 70. يبقى حضرتك عندك 70 بلس 2k minus 1 بلس k ايكوال كام؟ over 5. كل ده ايكوال 18. طيب كلام حلو، كلام جميل زي الفل. 2k بلس k بكام؟ ب 3k. 70 minus 1 بكام؟ ب 69. يبقى 69 بلس 3k over 5 equal 18. يبقى حضرتك هتعمل ايه؟ هتودي ال 5 تضربها في ال 18، يطلع لك ان 69 بلس 3k equal 18 تايمز 5. احسب دي بالكالكوليتر وودي عليها الناحية التانية ال 69 بعكس الإشارة. 18 ملتبلاي 5 هتطلع معايا بكام؟ هتطلع معايا 90. 90 ماينس 69 تطلع بكام؟ احسبها بالكالكوليتر. 90 ماينس 69 تطلع معايا ب 21. يبقى حضرتك الكي الواحدة بتاعتك بكام؟ يبقى 3k equal ل 21، يطلع لي ان الكي بتاعتي equal 7. ده سؤال رقم كام؟ ده سؤال رقم، ثانية واحدة، ده سؤال نمبر 3 في اللي تشوز. فيبقى إجابة سؤال نمبر 3 عندي بكام؟ سؤال نمبر 3 إجابته اللي هي بي اللي هي ب 7. سؤال نمبر 4 if the lower limit of a set is 4 and the upper limit is 8. عايز السنتر set. ايه هو السنتر set؟
السنتر سيت كان الابر ليميت بلس اللور ليميت اوفر 2، يعني 8 بلس 4 اوفر 2 اللي هي 12 اوفر 2، اللي هي الاجابه بتاعتي هتطلع سي اللي هي 6. سؤال نمبر 5 بيقول لي a right circular cylinder the radius length of its base is r. عندي circular cylinder البيز بتاعه الراديوس بيز بتاعه ب r، والهايت بتاعه and its height equal its diameter، يعني الهايت equal to r. عايز الفوليوم equal لكام؟ اول حاجة حضرتك لازم تكون حافظ القانون. هو عايز قانون مين؟ عايز قانون الفوليوم بتاع السلندر. طب قانون الفوليوم بتاع السلندر كان equal كام؟ قانون الفوليوم بتاع السلندر كان equal باي r سكوير في ال h. طب هل انا عندي الهايت؟ عندي الهايت equal to r، لان الهايت بيساوي الديامتر والديامتر بيساوي 2r. يبقى حضرتك ببساطة الفوليوم بتاعك equal باي r سكوير multiply 2r. طب لما تضرب r في r تطلع لك ب r باور 3، فيبقى الفوليوم بتاعك بيساوي 2 باي r باور 3. تبقى الإجابة بتاعتك اللي هي نمبر C. يبقى الإجابة بتاعت سؤال نمبر 5 اللي هي C اللي هي 2 باي r باور 3. نخش على سؤال نمبر 6. The solution set of the equation equal 0. لما تجيلك equation بالمنظر ده هتقسمها جزئين، يا اما الاكس بتاعتك تبقى ايكوال 0، يا اما اكس باور 2 ماينس 1 ايكوال للزيرو. طيب اكس ايكوال 0 خلاص خلصنا، اكس باور 2 ماينس 1 ايكوال 0 يبقى الاكس باور 2 ايكوال 1، يبقى الاكس ايكوال ايه؟ سكوير روت 1 اللي هو بوزيتيف اور نيجاتيف 1. فتطلع معايا الاجابه اللي هي دي. 3 اجابات. كم اجابه؟ 3 اجابات اللي هي دي. هيبقى السوليوشن سيت بتاعك عباره عن 0 ونيجاتيف 1 وبوزيتيف 1. هي دي الإجابة بتاعتي. كده أنا خلصت الكومبليت واللي تشوز. أدخل على سؤال نمبر 3. خلصت الكومبليت واللي تشوز، أروح على صفحة جديدة وأكتب سؤال نمبر 3A. أول حاجة هتكتب السؤال اللي قدامك روت 3. أنت هتكتبه عشان نفسك عشان تعرف تحل. ماينس روت 3 بلس روت 5 أوفر روت 5 بلس روت 3. طب حاجة زي كده بنحلها ازاي؟ حضرتك كل اللي بتعمله ان انت بتضرب اللي تحت في اللي تحت، بعد كده كروس مالتيبليكيشن. تعالوا اما نشوف هنعملها ازاي. هضرب اللي تحت في اللي تحت. اللي تحت ده لو خدت بالك هو عبارة عن كونجيجيت. اللي تحت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن كونجيجيت. الكونجيجيت قلنا 100 مرة لما بيتضربوا في بعض بيطلع النتيجة بتاعتهم ب 5 ماينس 3. ليه 5 ماينس 3؟ ده قانون ان انا لما اضرب حاجتين كونجيجيت في بعض باخد اللي تحت الروت من غير الروت وبعد كده اعمل لهم ماينس. بعد كده هضرب الروت 3 في الكلام ده. روت 3 في روت 5 بلس روت 3. الاشاره اللي في النص ايه؟ بلس، يبقى هنا بلس. ماشي. روت 5 في روت 5 ماينس روت 3. طيب تعال نكمل المسألة بتاعتنا. نعمل فراكشن تاني كبير كده. 5 ماينس 3 بكام؟ 5 ماينس 3 ب 2. طيب روت 3 دي لما تتضرب هتتضرب ازاي؟ هتضرب ده في الاول بعد كده تضربها في التاني، وكذلك الروت 5 ده في الاول بعد كده في التاني. روت 3 في روت 5 هتبقى عبارة عن روت 3 تايمز 5. روت 3 في روت 3 هتبقى عبارة عن 3. طيب روت 5 في روت 5 هتبقى عبارة عن 5. روت 5 في روت 3 هتبقى ماينس روت كبيرة 3 تايمز 5. اللي هي تطلع لك بكام في الاخر؟ اقول لك هتطلع معاك بكام في الاخر. ادي فراكشن كبير. هنا روت 15 و3 بلس 5 ايكوال 8، ودي بنيجاتيف روت 15 وهنا اوفر 2. طبعا الروت 15 هتروح مع النيجاتيف روت 15 و8 ديفايدد 2 تطلع لك الاجابه ايكوال 4. تمام. ادي كده سؤال نمبر 3A. تعالوا ناخد سؤال 3B على جنب ونكتبه. 3B هو عبارة عن كيوبيك روت 128. يبقى سؤال نمبر 3B كيوبيك روت 128 بلس كيوبيك روت 16 بلس كيوبيك روت 16
minus 2 cubic root 54. كل ده equal كام؟ كل ده equal 0. يا شباب احنا لما بنيجي نحل السؤال ده كنا بنعمله ازاي؟ بنيجي على جنب ونعمل خط، نعمل خط كده. ده مش درافت، لا، كنت بمسك ال 128. طب هعمل 128 ديفايدد كام؟ هقول لك، مش ال 8 دي اسمها اليونتس. لو لقيت اليونتس بتاعتك خلصت بزيرو او 2 او 4 او 6 او 8 بعمل ديفايدد 2. لو لقيتها خلصت بمالتيبل اوف 3، يعني ايه مالتيبل اوف 3؟ يعني جدول 3، يبقى حضرتك هتعمل ديفايدد 3. لو لقيتها خلصت بزيرو او 5 يبقى هتعمل ديفايدد 5. طيب يبقى ال 128 هنعمل لها ديفايدد كام؟ ديفايدد 2. هتطلع لك بكام؟ ب 64. 64 ديفايدد 2 تطلع لي بكام؟ ب 32. 32 ديفايدد 2 تطلع لي بكام؟ 16. واكمل، انا لسه ما خلصتش. 16 ديفايدد 2 تطلع لي بكام؟ 8. طب لسه انا خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. 8 ديفايدد 2 4. 4 ديفايدد 2 2. 2 ديفايدد 2 تطلع لي بكام؟ ب 1. تعال عد، ادي كده 2 باور 3، وادي كده كمان 2 باور 3، وادي كده 2. يبقى حضرتك اولا كده الكيوبيك روت 128 عبارة عن 2 باور 3 ملتبلاي 2 باور 3 ملتبلاي 2. كلام جميل. كده انا خلصت اول حاجة. تعال نروح على تاني حاجة اللي هي كيوبيك روت 16. طب ال 16 بقى سهلة. ال 16 من هنا هي عبارة عن كام؟ عبارة عن يا سيدي، هي كانت ماينس الأول ولا بلس؟ كانت بلس. يبقى بلس كيوبيك روت، ما انت ال 16 اهي اللي هو الجزء ده. طيب 2 تايمز 2 تايمز 2 اللي هي 2 باور 3 ملتبلاي 2. حلو، كلام جميل. طيب 2 كيوبيك روت 54، يبقى انا هروح اعمل ال 54. هعمل ال 54 هنا، ادي 54. اليونتس خلصت بحاجة ايفن صح؟ يبقى هعمل ديفايدد 2. 54 ديفايدد 2 تطلع لي ب 27. 27 ينفع اعمل لها ديفايدد 2؟ لا ما تنفعش. طب ال 27 دي مالتيبل اوف كام؟ دي جدول 3. 3 تايمز 9 ب 27، يبقى هعمل ديفايدد 3. 27 ديفايدد 3 تطلع لي ب 9. طيب 9 ديفايدد 3 تطلع لي ب 3. 3 ديفايدد 3 تطلع لي ب 1. يبقى حضرتك ال 54 عبارة عن 3 باور 2، 3 باور 3 ملتبلاي 2. يبقى انا هزود هنا تبقى ماينس 2. ده سكوير روت ولا كيوبيك روت؟ كيوبيك روت. يبقى كيوبيك روت كانت كام؟ 3 باور 3 ملتبلاي 2. تعالى بقى نكمل المسألة بتاعتي. هو كل ده بيقول لك ان هو ايه؟ ايكوال للزيرو، ولا هو كان بيقول لك بروف ذات؟ هو بيقول لك اثبت ان هي ايكوال زيرو. يبقى حضرتك ما كانش ينفع تقول في السؤال، ما كانش ينفع تكتب في الإجابة بتاعتك ان هي ايكوال زيرو. تعالى ما نشوف هنحلها ازاي وهنكملها ازاي. تعالى. طيب اول حاجة هنا حضرتك عندك 2 باور 3 و2 باور 3 تحت الكيوبيك روت. قلنا الكيوبيك روت بيموت الباور 3، فتطلع لك بره بكام؟ ب 2 تايمز 2 كيوبيك روت 2. طيب هنا دي هتطلع لك بكام؟ ال 2 باور 3 هتطلع بره تبقى 2، تبقى 2 كيوبيك روت 2. طب هنا دي هتطلع لك بكام؟ ال 3 باور 2 تخرج بره، هتبقى ال 3 باور 3 قصدي تخرج بره تبقى ب 3. 3 تايمز 2 هتبقى 6، يبقى ماينس 6 في كيوبيك روت 2. ماينس 6 كيوبيك روت كام؟ 2. هنا 2 تايمز 2 بكام؟ مش محتاجة بقى. 2 تايمز 2 ب 4، يبقى 4 كيوبيك روت 2. طبعا هتكتب ايكوال 4 كيوبيك روت 2 بلس 2 كيوبيك روت 2 ماينس 6 كيوبيك روت 2. طب هو مش حضرتك عارف ان 4 بلس 2 كيوبيك روت ب 6 كيوبيك روت 2؟ يبقى 6 كيوبيك روت 2 ماينس 6 كيوبيك روت 2 يطلع لك ان كل ده ايكوال 0. يبقى حضرتك عملت بروف ولا ما عملتش بروف؟ يعني طلع ان الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد. كلام جميل. ناخد بعد كده سؤال نمبر 4A. طيب سؤال نمبر 4A بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندك الانيكواليتي دي
عايز نعملها على احل الانيكواليتي اللي عندي واحط الحل بتاعي السوليوشن سيت بتاعي on the number line. طيب تعالوا نكتب كده الانيكواليتي. سؤال نمبر 4A. يبقى هنا نيجاتيف 2 smaller than 3x plus 7 smaller than or equal 10. حضرتك اول حاجه كنت بتعملها ان انت تودي ماينس 7 هنا وماينس 7 هنا في الناحيتين، في الناحيتين. يبقى نيجاتيف 2 ماينس 7 تاخدها بعكس الاشاره طبعا، smaller than 3x smaller than or equal 10 minus 7. دي هتطلع لي بنيجاتيف 9 smaller than 3x، ودي هتطلع لي smaller than or equal 10 minus 7 equal 3. طب حضرتك المطلوب منك تعمل ايه؟ هتعمل divided 3 يمين، divided 3 في النص، divided 3 شمال. يطلع لك نيجاتيف 9 divided 3 equal نيجاتيف 3، وهنا x وهنا smaller than or equal 1. يبقى السوليوشن سيت بتاعك بكام؟ السوليوشن سيت بتاعك equal من نيجاتيف 3 open عشان مفيش هنا smaller than or equal لغاية ال1 closed عشان في equal. طب مستر، هو احنا لو قسمنا على رقم نيجاتيف، لو قسمت على رقم نيجاتيف الانيكواليتي تتغير، تبص الناحية التانية. عايزين نرسمها على النمبر لاين، اقوم راسم نمبر لاين بالمنظر ده طبعا بالمسطرة، واقوم حاطط عليه هنا نيجاتيف 3 وهنا 1، واقوم عامل دي اوبن كده، واقوم عامل دي كلوزد كده، ووضح الاوبن عن الكلوزد، واقوم شادد خط كده يطلع لي هو ده الرسمة بتاعتي. طيب ادي سؤال نمبر 4A. سؤال نمبر 4B تعالوا كده اما نكتبه مع بعض. سؤال نمبر 4B بيقول لي لو الاكس ايكوال كام؟ سكوير روت 2 بلس روت 3. سكوير روت 2 بلس روت 3. طبعا حضرتك اول ما شفت سكوير روت جواه سكوير روت اتخضيت، ممكن ما تتخضش وتمشي بالمسألة كده واحدة واحدة. شوف هو عايز ايه اصلا. عايز يحسب اكس باور 4 ماينس 2 اكس باور 2 بلس 1. عايز يحسب x باور 4 minus 2x باور 2 بلس 1. طب تعالوا نعملها كده واحدة واحدة. أول حاجة الx باور 4 يعني حضرتك هتاخد ده تعمل له باور 4. طب هو إيه هي الباور 4؟ ما أنت عارف إن الباور 4 عبارة عن باور 2 باور 2. يعني نعملها إزاي؟ يعني هتعمل سكوير روت هنا 2 بلس روت 3 معمول لها باور 2، وكل ده معمول له باور 2، اللي هي تطلع ايكوال كام في الاخر؟ هقول لك دلوقتي هتطلع ايكوال لكام. الباور 2 يموت لك اول حاجه السكوير روت، يطلع لك 2 بلس روت 3، كل ده معمول له باور 2. طب يتحل ازاي؟ قلنا بقى فيرست في فيرست اللي هي 2 تايمز 2 4، فيرست في سكند في 2 تبقى 2 تايمز روت 3 تايمز 2 تبقى بلس 4 روت 3. حضرتك بتحسبها بالكالكوليتر عادي جدا. وسكند في سكند اللي هو روت 3 في روت 3 يطلع لك بلس 3 اللي هي في الاخر ايكوال 7، اللي هي 4 بلس 3 يعني 7، 7 بلس 4 روت 3. ادي كده الاكس باور 4. تعال نشوف الاكس باور 2 بكام. الاكس باور 2، طب ما حضرتك جبت الاكس باور 2 بكام؟ الاكس باور 2 يعني الشكل ده اللي هو سكوير روت، سكوير روت كام؟ سكوير روت ل 2 بلس روت 3. حضرتك هتعمل له باور 2، يعني ببساطة هتموت السكوير روت، هيطلع لك ده ب 2 بلس روت 3. كلام جميل. اخر حاجة بلس 1. تعال بقى نرص الايكويشن بتاعتك ونرص الحلول. هو بيقول لي اكس باور 4 ماينس 2 اكس باور 2 بلس 1. طب هي الاكس باور 4 طلعت ايكوال كام؟ الاكس باور 4 طلعت ايكوال 7 بلس 4 روت 3. طيب هي ال 2 اكس باور 2 دي يعني 2 هتبقى مضروبة في 2 بلس روت 3. طيب كل ده ايه؟ بلس 1. تعال نجمع. يطلع لك هنا 7 بلس 4 روت 3. طبعا كل ده جوه براكت، وهنا ماينس. دخل ال 2، 2 تايمز 2 تبقى 4، و 2 تايمز روت 3 يبقى 4 بلس 2 روت 3، وهنا ايه؟ هنا بلس 1. طب حضرتك شايف ايه؟ افتح بقى البراكتات. يبقى 7 بلس 4 روت 3. الماينس ده يا شباب مضروب في الرقمين، يعني تبقى ماينس 4 ماينس 2 روت 3 بلس 1. اول حاجة
عندك هنا كام؟ 4 روت 3 ماينس 2 روت 3 بكام؟ 4 روت 3 ماينس 2 روت 3 هيطلع ايكوال 2 روت 3. طيب يبقى هنا بلس 2 روت 3. 7 ماينس 4 بلس 1. 7 ماينس 4 هتطلع لي ب 3. 3 بلس 1 هتبقى 4. يبقى الإجابة بتاعتك 4 بلس 2 روت 3. وكده السؤال خلص؟ كده السؤال خلص. هل لي حل تاني؟ لا، ملوش أي حل تاني. كلام جميل. نكمل مع بعض المسائل. احنا كده خلصنا سؤال نمبر 4A و 4B. ناخد مع بعض سؤال نمبر 5. سؤال نمبر 5 يا شباب اللي هو السؤال بيبقى مختص بالاستاتستكس. ممكن يجيب لي سؤالين وممكن يجيب لي سؤال واحد. دلوقتي طب احنا هنعمل ايه؟ تعال ما نشوف احنا كنا بنجيب الميديان ازاي. اول حاجة بشوف الفريكوانسي عندي بكام واقسم على 2. تبقى 32 divided 2 تطلع لي equal 16. تطلع لي equal كام؟ equal 16. فين ال 16؟ ال 16 اهي. يبقى هخبط كده وانزل عند النقطة دي، يطلع لي الميديان بتاعي بكام؟ الميديان بتاعي ب 20. خلص معايا السؤال؟ خلص معايا السؤال. تعالوا نشوف بقى السؤال اللي بعديه بيتحل ازاي. هو هنا عايز الارثماتيك مين. طب كنا بنجيب الارثماتيك مين ازاي؟ اول حاجة كنا بنروح نجيبها بنجيب السنتر ست. طب بعد ما اجيب السنتر ست، ايه هو السنتر ست؟ اللي هو 5 بلس 15 اوفر 2 اللي هي تطلع لك ب 10. حضرتك هتروح تعمل جدول. بعد ما تروح تعمل جدول، الجدول مكون من كام خانة؟ من 4 خانات. أول حاجة هنا هيبقى مكتوب الست. تاني حاجة هيبقى مكتوب السنتر، والسنتر هديله رمز اللي هو اكس. تالت حاجة هتبقى مكتوبة الفريكوانسي. الفريكوانسي هديها رمز اللي هي واي. تالت حاجة هنا هتبقى اكس تايمز واي. طيب تعالوا ما نجيب الست بتاعنا. الست طبعا هنقله من هنا. الست اللي هو 5 15 25. يبقى 5 بعد كده 15 بعد كده 25 بعد كده 35 بعد كده 45. يبقى هو كل مرة كان بيزود كام؟ كل مرة كان بيزود 10. كلام جميل. طيب السنتر بتاعك بدأ بكام؟ السنتر بتاعك حضرتك بدأ ب 10. يبقى كل مرة كان بيزود كام؟ كان بيزود 10. يبقى انت هتزود 10 زيه. يبقى هنا 20. هنا تبقى 30. هنا تبقى 40. هنا تبقى 50. كلام جميل. الفريكوانسي هنقلها من الجدول. الجدول بتاعك كان كام؟ 4. بعد كده هنا 5. بعد كده هنا 6 وهنا 3 وهنا 2. هتمسك الاتنين دول تضربهم في بعض. 10 تايمز 4 هتبقى ب 40. 20 تايمز 5 هتبقى ب 100. 30 تايمز 6 هتطلع لك ب 180. 40 تايمز 3 120. 50 تايمز 2 تطلع لك ب 100. هتعمل خانة أخيرة. هتشد خط كده وتعمل خانة أخيرة. الخانة دي هتبقى لغاية هنا اسمها توتال. هتجيب توتال لمين؟ هتجيب توتال الفريكوانسي وتوتال الاكس تايمز اف. يعني ايه؟ يعني هتقعد تجمع 4 بلس 6 10. 10 بلس 5 15. 15 بلس 5 هتطلع لك 20. طب حضرتك هتمسك ده تجمعه بالكالكوليتر. 120 180 تطلع لك 300. 300 بلس 200 تطلع لك 500. يطلع لك ان ده 540. حضرتك طبعا هتجمعهم عن طريق الكالكوليتر. بعد كده المين بتاعك هيبقى ايكوال كام؟ هيبقى ايكوال 540 over 20. تعمل 540 over 20 تطلع معاك بكام؟ 27. يبقى هو ده الارثماتيك مين بتاعك. وخلصت المسألة على كده وخلص الامتحان على كده. طب المطلوب من حضرتك ايه؟ مطلوب منك ان انت تكون حليت الامتحانات بتاعة المعاصر. النهاردة هتحل موديل 1 وموديل 2 بعد ما تسمع الشرح ده.
تحل موديل 1 وموديل 2 بتوع كتاب المدرسة تاني، هتلاقيهم اول امتحانين الجبرا في كتاب المعاصر، وبعد كده حضرتك تنام بدري عشان تبقى صاحي مركز. وشكرا ليكم، كده الترم الاول بتاعنا خلص.